السلام عليكم. وبدون مقدمات، شفتي العنوان ودخلتي لا فيديو، نبغي نبشرك راك بديتي طريق التغيير. خلي لي تعليق بالهدف ديالك وانا غدا نكون اول واحد غادي يشجعك. كلنا عندنا تخوفات من نظام الاكل الصحي، واولهم اننا نتحرموا من الحلويات. اليوم جبت لك 4 ديال الشكيلات غادي نبرعك بهم، وباقي العطيات ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. بين قوسين واحد التعاليق وصلوني ديال شي كيك وشي حاجات حطيتهم، قالوا لي ان زعما فايت منهم مجربينهم، ولكن لا علاقه بالنسبه لي انا. اللهم هادو ونحافظوا على الصحه ديالنا، وإلا بغينا مره ناكلوا الحلوى وجات في الظروف ديالنا كنا ضياف ولا ناكلوها، احسن 1000 مره من تمنع علينا في مره. وفي نفس الوقيته ناخذوا الدواء ملي كنمشيو عند الطبيب وتيعطينا شي دواء اللي هو مر، راه كنقولوا بسم الله وتناخذوا حيت بغينا صحتنا. وحتى هذا النظام هذا وهاد الحويجات هادو ملي غنتعودوا عليهم غيوليو يجيونا زوينين، واحسن لينا من الدوايات 1000 مره ولا نفقدوا الصحه ديالنا. اذا هذا هو البديل اللي موجود. غنقولوا بسم الله ونبداو في اول وصفه. عندنا 300 غرام ديال الشوفان رقيق، كاس ديال النخاله هذيك رقيقه اللي كناخذوها من الزرع ديال البلاد ماشي فينو اللي كناخذوه من الحانوت، قبصه ديال الملحه، كاس لاروب ديال زيت الزيتون. انا بالنسبه لي تنستعمل هاد الزيت هذه اللي تتكون الاخر ديال البيدو، كيقولوا انها صحيه اكثر فهي اللي كنستعمل. بالنسبه لي انا كنشدو هاد العناصر كامله كنبسبسوها مزيان حتى كيدخل الزيت مع الشوفان، وضروري يكون الشوفان رقيق. انا كنقولها وتنعاودها. صافي من بعد منا كنزيدوا غذاء الملكه ديال النحل مفيد جدا، وكنزيدوا 2 ديال المعالق اللي تيكونوا كبار ديال وفي نفس الوقت راه اختياري، يعني ممكن تزيدوا ممكن لا. قلت لكم وتنزيدوا 2 ديال المعالق اللي تيكونوا كبار ديال الزيت ديال العسل اللي تتكون حره. كنزيدوا معلقه ديال الفاني، اللوز والكركاع بالكميه اللي نتوما كتبغيو. انا من عشاق الكوك والمذاق ديالو فتنزيد حتى الكوك الكميه اللي بغيتو. عندنا الحبوب، عندنا النافع، الزنجلان الابيض، عندنا البافو، الزريعه ديال نوار الشمس، وعندنا الزريعه ديال القرعه، القاطونه، وحب رشاد. نسيت زريعه الكتان عاد عاود وليت زدتها. بالنسبه للحبوب فانتوما ممكن تضيفوا اللي بغيتو وبالكميات اللي بغيتو. بالنسبه للحلاوه غنضيف هذا الشيء. عندي هنايا الشريحه، شويه ديال الشريحه مقطع، عندي البرقوق الكحل مقطع، عندي شويه ديال الزبيب، والقشره ديال الحامض معسله. بالنسبه لنا راه تتجي هادو تيجيو بالمذاق غزال، تيميلونجيو لينا داك المذاق ديال الحبوب مع الحلاوه، فكتجي رائعه وراه ما تيجيش نهائيا حلو. المذاق ديال داك القشره ديال الليمون تتجيبو رائع. فغادي نشدو هادشي كامل، غادي نميلونجيوه مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نبداو نضيفوا الماء. غادي نديروه غير بالماء. كنبداو نضيفوا الماء حتى كيولي عندنا ممكن اننا نعجنوه ونكوروه كويرات صغار. فبالنسبه لي انا هز ليا تقريبا واحد 2 ديال الكيسان. الكاس الثاني ما عامرش بزاف، ولكن كل وحده غادي تشوف حتى تيوليو العناصر كيتجمعوا ليها بحال هكا وتيتكوروا. صافي غنشدوهم غادي نكوروهم بالاحجام اللي نتوما بغيتو، واش تبغيوهم كبار ولا تبغيوهم صغار بحال هكا. بهذه الطريقه هذه غنستفوهم في واحد اللاطه، وغادي نجيو عندنا 2 ديال الطرق اللي ممكن نبسطوهم بهم باش يجي رقيق. شحال ما هاد الكوكيز جانا رقيق ومقرمش، شحال ما تيجي رائع وبنين. بالنسبه للطرق كيف ما قلت لكم كتشدوا الفيلم اليمونتير ولا واحد البلاستيكه مع واحد الكاس وكتضغطوا مزيان حتى كيعطيكم داك الرق اللي بغيتو. انا كنقول لكم شحال ما رققتو شحال ما تيجي مقرمش وزوين وتيعطيكم المتعه وانتم كتاكلوا داك الحبوب. الطريقه الاخرى ممكن تشدوا شي غلاقه ديال شي قرعه ولا شي حاجه عندكم صغيره ولا شي طبيصيل صغيور، وغادي ديروا فيه بلاستيكه وغديروا فيه داك الكره ديالكم وتضغطوا حتى ياخذ الحجم هكا مدور وصافي. وتتجيبوه تتحطوه فوق اللاطه، كتدخلوه الفرن اللي تيكون سخون وتتقتلوا البوطه حتى كيتقرمش مزيان. اولا تيطول معاكم، ثانيا البنه كتزيد، وهذيك البنه ديال الحبوب كتجي رائعه مع القرمشه، كيجي رائع وغزال. ممكن تزيدوا بيبي شوكولا، ممكن تزيدوا شوكولا نوار. بالنسبه لي انا زدت في شي وحدين هكا، ولكن الاغلبيه خليتهم عاديين غير بهذوك الحلاوه اللي عطيتهم من الزبيب
والشريحه وهذا والبرقوق فجاو رائعين. غنعطيكم اختيار اخر اللي ما فيكم ما تعذبوا راسكم، غتشدوه وغتلقوه في اللاطه مزيان حتى غيطيب بنفس الطريقه، وغادي تقطعوه بطريقه عشوائيه بحال هكا. ممكن نعطيكم حل واحد اخر انكم ديروه في لي مول ديال السيليكون، غيجيوكم الاحجام متقاده وغيجيكم شكل رائع، ولكن بالنسبه لي انا ما فضلتوش لان ممكن يكون ماشي صحي، واخا كناخذوا هذاك الغالي تيقولوا لنا راه صحي. غندوزو للوصفه الثانيه. بالنسبه للوصفه الثانيه فهي عباره على واحد الكيك اللي كيجي غزال، ممكن تضيفوا فيه اللي بغيتو تنقصوا اللي بغيتو. الكيك ديال التفاح، انا ممكن تعوضوا التفاح بالاعجاز، انا درت التفاح والتفاح عندي محلوش بزاف. المهم 3 ديال التفاحات، حيت غندير 3 غنضيف عليهم 3 ديال البيضات اللي تيكون الحجم ديالهم متوسط، وضروري من قبيصه ديال الملحه، غنضيف قبيصه ديال الملحه. كيف ما قلت لكم التفاح ممكن تعوضوه بالاعجاز، فراه حتى هو تيجي زوين وتيجي رائع. كنزيدو معلقه ديال الفانيل التنسيم، ممكن انكم تزيدوا اكثر. بالنسبه لي انا كنستعمل ديال العبار فما تيكونش حلو صافي. وغادي نزيدو ماشي ديال العبار، هذاك ديال القرعه اللي كناخذوه ديال القرعه، هذاك هو اللي تنستعمل. كنضيفوا 3 ديال المعالق ديال الياغورت، انا استعملت هذا اللي طبيعي بلا سكر هو اللي لقيت، ولكن موالفه كنستعمل النوع الاخر اللي فايت مني مشاركه معكم صافي. حنت استعملت هذا والتفاح عندي مسوس فمحلوش بزاف، فزدت معلقه ديال العسل الحره، وضفت معلقه 2 معالق صغار ديال الكاكاو. ممكن انكم تزيدوا 3 يعني الا بغيتوا داك الطعم د الكاكاو الا كنتم من العشاق ديالها صافي. كنزيدوا على كل وحده كنزيدوا الراس ديال المعلقه ديال الخماره. هادشي اللي كاين. تنطحنوا العناصر كامله حتى كتجانس لينا مزيان، وداك التفاح تيذوب وتيتخلط مع البيض وباقي العناصر. على كل تفاحه وبيضه كيف ما قلت لكم تنزيد معلقه عامره ديال الكوك، هذه كاضافه. ممكن تزيدوها لوز مطحون، ممكن تزيدوا، ممكن ما تزيدوهاش كاع، ممكن ما ديروش كاع هاد الكوك، يعني انا عطيتكم الاختيارات كاملين. صافي. كيكونوا عندنا دي مول اللي كيدخلوا للفران، انا عندي هادو ديال الزاج، ممكن ديال الطين، ممكن ديال البديع اللي تيكونوا هذوك لي غامكان اللي تندخلوا للفران صافي. وتنحطوا فيهم القياسات ديالنا، كنقسموا الخليط ديالنا على 3. زينت وحده بالكركاع، وزينت وحده بقطعه ديال شوكولا نواغ كدا 80 شي 86 كنظن، وحده خليتها عاديه. انا طيبتها في الاير فراير، ديما كنبغي نزرب، طيبتها في الاير فراير، ولكن ممكن انكم طيبوها حتى في الفران صافي. بالنسبه للاير فراير بالنسبه للفران راه عادي بحال الكيك العادي، كتخشيوها الفوق حتى كتطلع وتنشف. بالنسبه للاير فراير 160 درجه، وعاوتاني كل واحد والاير فراير ديالو. وبالنسبه للوقت 10 دقائق، بعض المرات كتزيد شويه على 10 دقائق الا كنتي حطيتي كميه كبيره في المول ديالك. هادشي اللي كاين. تيطيبوا تنخليهم حتى كيبردوا، تنديرهم في الثلاجه فين ما تشهينا شي حاجه حلوه تناخذوهم، وراه ما تيطولوش معنا بزاف. زعما انا صايبت 3 لان عرفت راسي غياخذ معايا شي حد، داكشي علاش راها كتجي رائعه. بالنسبه للاضافات كيف ما قلت لكم ممكن انكم تضيفوا اللوز مطحون، ممكن انكم تضيفوا الحبوب، شحال ما عطيتوا هاد الحبوب شحال ما كتزاد القيمه الغذائيه ديالها، وكيتجي في المذاق زوينه. وكبديل الحلوه راه رائع، كيكه اللي كتجي غزاله وفنه وكتجي مسقيه مزيان من التحت بحال الجينواز، كتجي زويونه وبصحتكم وراحتكم. غادي ندوزو مجموعين الوصفه الثالثه كنظن. المهم كنشدو في واحد الكاسرونه، كنديروا فيها نص كاس ديال زيت الزيتون. انا قلت لكم النوع اللي كنستعمل. كنزيدو نص كاس ديال العسل، ممكن انكم ديروه بالمعلقه، يعني تقريبا قياس ديال 3 ديال المعالق كبار ديال العسل، والعسل تكون حره ضروري. وكنزيدو معلقه ديال الفاني صافي. تنحطوا هذا الشيء كامل على واحد النار اللي تتكون مهيله، راه ما تيطبخش ولا ما تيغلاش، غير هذاك غير بحال كتدفى الكاسرونه والعناصر كتجانس مع بعضياتها صافي. كتخلط دوك العناصر، الفاني تيطلق النسمه ديالو، العسيله ديالنا كتطلق شويه وتيتجانس معاهم الزيت. كنشدو واحد اللاطه كنديرو فيها 3 ديال الكؤوس ديال الشوفان غليظ، هاد المره الشوفان غليظ كيف ما شفتوا معايا 3 ديال الكيسان حتى ل4. وكنديرو كاس ديال اللوز مقطع بالموس، اولا ممكن انكم تزيدوا الكميه اللي بغيتو، اما تنقصوا ولا تزيدوا على حسب الموجود صافي. تنشدو هذيك الزويته تتكون تجانسات، وكنديرو شويه منها
على الخليط، ولكن قبل منه تنزيدوا قبيصه ديال الملحه، ضروري قبيصه ديال الملحه، تنقولوا بسم الله وتنزيدوا داك القبيصه ديال الملحه وتنسموا بالقرفه. العشاق القرفه ممكن تزيدوها، الا ما بغيتوهاش ممكن تستغناو عليها. هذا الشيء اللي كاين. انا بالنسبه لي تتعجبني القرفه فكنزيدها، وكنديروا هذيك الزويته كنحطوها فوق من الشوفان ديالنا واللوز، وتنبداو تنخلطوا حتى كيتجانسوا مزيان. الزويته كتبسبس لينا كامل هذاك الشوفان صافي، وتندخلوا على واحد الفران اللي تنكونوا دابا في هذه الاثناء كنكونوا مسخنين الفران ديالنا مزيان. ولكن ملي تندخلوا اللاطه ديالنا راه تنقتلوا البوطه باش ما كيتحرقش لينا، ما تيتشلطش وتيتحرق، وفي نفس الوقت تيتكرمل من الداخل ديال الداخل. حنت باقي لينا جوج ديال المراحل اخرين وحنايا غنخدموا هاد غنبريباريو بها الوصفه ديالنا. فهنايا كنبداو نزيدوا الحبوب حنت ما كتاخذش الطياب بزاف بحال الشوفان. هادشي علاش قسمنا المراحل. فعندنا النافع، الزنجلان الابيض، البافو، زريعه ديال نوار الشمس، زريعه القرعه، القاطونه، حب رشاد، زريعه الكتان، البافو قيلا قلتو. المهم الحبوب اختياريه الموجود عندك. انا راه خديت غير 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم، كاين حاجه خديت منها 10 دراهم، ولكن الاغلبيه 5 دراهم. راه داروا لي تبارك الله هاد الوصفات كاملين وحطيتهم صافي. كنزيدوا داك الباقي ديال الزويته وتنبداو تنحركوا مزيان العناصر كامله حتى كتجانس لينا، وتتاخذ هذاك الزيت مع العسل مع الفاني كلشي هاد المنسمات صافي. وتنعاودوا ندخلوه للفران ديالنا باش نخرجوه مره اخرى، وغنديروا المرحله الاخيره. ففي هذه المرحله عاوتاني العافيه تتكون مهيله بزاف، وتتكون العافيه غير من التحت ماشي من الفوق، وتنخليو حتى كيتقرملوا العناصر ديالنا مزيان، وتنوليو نخرجوهم تيكونوا على هذا الشكل هذا. وكنبداو نضيفوا الاضافات التاليه، تنحركوه شويه وتنبداو كنضيفوا اول حاجه القرقاع بواحد الكميه اللي هي شويه. مهم الموجود عندنا تنستعملوه. القرقاع تياخذ غير السخونيه ديالها، من يلاه كتكون سخنات صافي كافي، ما ندخلوش للفران باش ما يفقدش القيمه الغذائيه ديالو. انا كيف ما تنقول لكم دائما انا من عشاق الكوك. شديت واحد الكميه في واحد المقله اللي ما كتلصقش وعطيته الخاطر وقتلت عليه البوطه حتى تذهب وكيطلق واحد المذاق رائع. وزدت عليه شي 2 معالق ديال الكوك هكاك طري ما طايبش صافي. كنزيدو الزبيب اللي هو مقطع، ضروري تقطعوه ما تخليوش هكاك غليظ. شويه ديال المشماش مقطع، هادشي كله اختياري يعني ممكن كل واحد يضيف داكشي اللي بغا واللي عنده. عندي شويه ديال الشريحه ضفت هنا يمكن غير شي 2 ولا 3 ديال الشريحات، قطعتهم حتى هما رقاق وضفتهم على هاد العناصر كامله صافي. تنحركوا مزيان، كتجي غزاله كتغنينا على بزاف ديال الحوايج اللي ممكن اننا نزقلو راسنا وناكلوهم في الحلاوه. كتضيفوهم على الياغورت اللي كتبغيو تاكلوه، كتضيفوهم على مهم بزاف د الوصفات نتوما راكم عارفين. ممكن انكم ديروهم غير في واحد البواطه وتاكلوهم هكا بالمعلقه يعطيوكم الطاقه. الحبوب مجموعين في مجموعه الحبوب فيهم حلاوه اللي هي طبيعيه وزوينه. غندوزو للوصفه الرابعه ديالنا والاخيره اللي هي حليوه اللي رائعه وسهله وبسيطه وتتعطي واحد الكميه اللي زوينه ومعقوله بصراحه. عندنا 3 ديال البنانات، وحده غير صغيره وجوج اللي هما شويه متوسطين صافي. كنشدهم في واحد الاناء تنحطوهم. البنان تيكون شويه قرب انه يطيب، كنضيف عليهم الفاني وشويه د الملحه وشويه د القرفه. هاد الاضافات اختياريين. هاد الحلوه هذه هي اللي دايره طوندونس وحاله، فجربتها بصراحه زوينه وكبديل للحلاوه اللي غادي تضر الصحه ديالنا، فراها بنينه وزوينه بصراحه انا عجباتني. غادي نعطيكم 2 ديال الطرق ممكن انكم تستعملوها فيها على حسب اختياركم الذوقي اللي نتوما كتبغيو صافي. المهم تنشد هذوك الاضافات تنصايبوا بالفورشيط هكا مزيان حتى كيتجانسوا العناصر. تنزيدوا واحد العنصر اللي ما ضفناش نهائيا في هاد الحليوات ديالنا كاملين، هو الزنجلان العادي منقي ما تيكون لا محمر لا والو. تنبداو تنضيفوه حتى كنحصلوا على هاد التكستور هادي صافي. وتنبداو تنديروهم. انا درتهم بديك المعلقه وقاديتهم صافي، درتهم على هاد الشكل هذا وزينتهم بالحبوب باش يتزادوا قيمه غذائيه. بالنسبه لأنا الوصفه منين شفتها بكل صراحه شفتهم دايرين فيها الشوكولا. انا ما بغيتش ندير شوكولا، لا شوكولا نواغ لا حتى شي حاجه، بغيت نزيدهم قيمه غذائيه صافي. كندخلوهم للفران اللي تيكون دافي وتنطيبوهم حتى كيتشدوا. بالنسبه لي انا
عجبتني انهم يجيو معلكين بحال الحليوات هكا ديال اللوز ولا شي حاجه، المهم تجي معلكه. بغيتوها تجي مقرمشه راكم غتبسطوها مزيان باش يجيكم هذاك الزنجلان مقرمش. وكيف ما قلت لكم زينتها بالحبوب باش يتزادوا قيمه غذائيه. جات زوينه وكبديل صحي كما تنقول لكم، راه ماشي بحال الكيكات العاديين والحلاوي وهذه، ولكن كبديل صحي بالنسبه لي انا اقتنعت به. وصحتي هي الاولى. الا وصلتي حتى لهنا راك بديتي طريق التغيير، خلي لي تعليق بالهدف ديالك وانا غادي نكون اول واحد غادي يشجعك. ما تنساونيش من اللايكات ديالكم وتضغطوا وتشتركوا في القناه، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. بتبقاو على